ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ كله في السنتراكس. عارف بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات الحقيقه، بس انا كنت منعزل، كنت متحد مع العدم. والحاجه التانيه الحقيقه ان انا كنت بدور على الحته اللي من على الحبل عشان اعجب البنات. كنت مكرس وقتي للموضوع ده، الحمد لله لقيتها اهيت. ويا ريت تقولوا لي رايكم في الحته الجديده، لو كده اعتمدها في الفيديوهات الجايه، لان انا دلوقتي بقى ايه لسه غاسل شعري ومستحمي وحاسس كده اللي هو ايه، عارف انت حاله جنون العظمه دي اللي بتجيلك لما تدرك الجناب وتستحمى وكده، لو تحس نفسك البيرفكت تملى اي بنت تتمناك حرفيا. فانت الطيب بتاع سيدني سويني، او انا بقى في الحاله دي ابقى ماشي اي حد في الشارع يكلمني يقول له انا لسه مفركش مع ليكسا ديمي. فالموضوع بجد صعب. أنا رقم واحد في كوكب الأرض. أنا رقم واحد في كوكب الأرض. تالت حاجة عايز اقولها ان انا عايش حياتي في القهوة. ايوه انا عايش حياتي في القهوة. انا كل يوم كده بصحى الصبح اشوف في ماتشات ايه النهارده، واروح اكلم العيال وننزل نفضل بقى بايتين في القهوة، اكل هناك واشرب هناك، وبعد كده اقوم رايح واخد البطانية ونايم هناك. مفيش بقى ايه حياة بقى خلاص كده، ما بستحماش وما اعملش اي حاجة. استحمى. أنا استحمى. أنا لو استحميت أموت. انا بقعد على قهوه المنتزه 2 على اول الشارع عند عم حسني، وبعدين انا بحس ان القهوه اللي انا قاعد فيها دي الصراحه بوابه للعالم الموازي. فيعني انا ممكن ابقى قاعد الاقي واحد جنبي شبه دي ماريا، الراجل اللي بيعمل الشاي في القهوه شبه محمد صلاح. يعني دكتور سترينج تقريبا لما جه تعويذه باظت منه في فيلم سبايدر مان نو واي هوم، فتح بوابات من اكوان موازيه وجابهم عندنا على كفر هرمز. يعني تقريبا محمد صلاح كده بيخلص التمرين ويلم عزاله ويجي لنا بقى هنا ايه على الكفر يعمل شاي وقهوه بقى للناس. يعني اي تقليب رزق بقى. اسمه صلاح جمجون. انا دخلت في موضوع تاني خالص ونسيت اصلا الموضوع اللي انا كنت جاي اتكلم عليه، المناطق الشعبيه. وبصفتي عايش في منطقه شعبيه بقالي 20 سنه، فاحب اقول ان المناطق الشعبيه مناطق بنت زمان. والمناطق الشعبيه انتوا عارفين يعني زي امبابه، المرج، خصوص، كفر هرمز. انا ايوه يا جدعان انا من كفر هرمز. وبعدين يعني المناطق الشعبيه برضو فيها ريحه كده، ريحه عوادم عربيات، على ريحه تكاتك، على زيت آلية. عشان عندك في امبابه مثلا في واحد كده مثلا هتلاقي ايه اسمه سعيد كازلك، هو صاحي الصبح كرس حياته بقى الخناقات. ده بقى بيصحى الصبح كده فتح يا عليمه رزاق كريم، هنمسك مين نجيب كرشه النهارده. هو دي حياته. هتلاقيه بقى فاتح ورشه ماشي مشغل 2 3 بيجيب لهم عقد نفسيه كل يوم بسبب اللي هو بيعمله. اي حد يقول له سلام عليكم، السلام عليكم ايه يا ابن، ويروح بقى يضربه. طبعا بقى الموضوع ما بينتهيش لحد هنا، ده ضرب ده يسكت، لا طبعا بقى ازاي يقوم رايح جايب عيلته يقوموا ضاربينه. الموضوع بقى يستمر لمده 3 ايام، بعد كده يتصافوا ويرجعوا حبايب عادي جدا. بعد كده بقى هو بقى يبتدي محتوى جديد بقى، يبتدي بقى يمسك في حد تاني. هو بقى بيصحى الصبح كده انا النهارده كيف خناقات، النهارده عايز اضرب حد. يعني لو حد من المعادي او لو حد من زايد راح شاف خناقه من الخناقات اللي بشوفها هناك وراح صور، تقريبا هيعتبروه مخبر وهيمسكوه يدمدموه. في افلام مقتبسه برده من المناطق الشعبيه زي ابراهيم الابيض، عبد موته، الالماني. وبمناسبه بقى الخناقات، فاحنا من فتره كان عندنا 2 بيتخانقوا، ففي واحد كانوا بيبيعوا مخدرات، ففي واحد بلغ عن التاني، فكانوا قاعدين مع بعض. التاني اللي متبلغ عنه ده قام ايه مره واحده قام مطلع المسدس وقام بيقول له انت بتبلغ عني يا حواكه، وقام مديله طلقتين في ايه في كتفه. المشكله ان محدش ادى رد فعل، محدش جري، محدش عمل اي حاجه، كانه بيقول له يا اسطى بهزر معاك يا اسطى، ما كانوش طريقتين ان يزعلونا من بعض. يعني مثلا لو رحت زايد هتلاقي اللي هناك الراجل اللي عامل مشاكل تلاقيه بقى لابس بالطو فارو معاه عربيه كده 2023 بيتخانق بمضرب البيسبول. منطقتين الحقيقه هما المرج والخصوص. يعني لما بروح هناك بحس ان انا دخلت بوابه قوم منمنم. الناس هناك بيحصل لها استنساخ تقريبا، الناس كلها شبه بعض. يعني انت لو مشيت هتلاقي ان الناس كلها مكرره كانهم ام بي سيس في جي تي اي سان اندريس. في 106 مليون نسمه في مصر، 105 مليون منهم في المرج والخصوص. مش هتلاقي حته تحط رجلك بس فيها من كتر الناس اللي هناك. يعني مش بعيد تلاقي الناس راكبه فوق ناس عشان مفيش مكان اصلا. تقييمي ليها الصراحه 7/10. وحلوان الصراحه هناك التكاتك اكتر من البني ادمين. يعني مش بعيد تلاقي هناك توك توك بيوقف توك توك عشان يركبوا، ودي ظاهره كونيه ما بتحصلش غير في حلوان، لان هناك ما فيش بني ادمين، في تكاتك. التكاتك هي اللي تركب البني ادمين خلاص هناك. الناس بقى بتلبس من بولمبير وبريشكا وإلسي واي مش عارف انطق اسمه الصراحه، إلسي واكيكي تقريبا ولا وايكيكي. المهم يعني ان هم ناس بتلبس من الاماكن. يعني مثلا استنوا كده لو جينا نفتح التيك توك I think 700 والجزمة 9000. التليفون اللي انا بصور منه ده للعلم، التليفون اللي انا بصور منه ده ب 3000 جنيه. يعني هي جزمتها اغلى من التليفون اللي انا بصور بيه. المهم نكمل. الهودي 3000. تليفوني بقى بيتلبس بيه سويتشيرتات يا جدعان. تليفوني ما بيتلبس بيه سويتشيرتات. يا نهار اسود. مالها العتبه والوكاله؟ يعني مالها؟ هي هدوم مسروقه بس حلوه. يعني العتبه بيروحوا يسرقوا الهدوم من البراندات دي ويروحوا يبيعوها لك انت بقى ايه ب 150 ب 120 على قد الحال. يعني الدنيا بتمشي. يعني مش عارف ايه كل ده. المهم ماشي ماشي هنكمل.
البنطلون 1300. يا جدعان على فكره البنطلون تمن الشاشه اللي انا شايف منها الفيديو. ساعة 10000. الساعه بتمن جهازي للعلم، الساعه بتمن جهازي. انا مش هكمل عشان ايه؟ عشان الحاجات دي بتجيب لي ايه؟ بتجيب لي بانيك اتاك في الجسم. انا معاك الشيبسي هروح اجيبه مقسمه على 3 ايام. انا مش عارف الشيبسي ده مقاطعه اصلا ولا لا، بس هو تقريبا لا يعني. بس الشيبسي ده يا جدعان جايبه ب 8 جنيه، والصراحه استغليته لان انا المفروض بجيب شيبسي ابو 3. مقسمه بقى على 3 ايام، هو لسه مقفول بس انا مقسمه على 3 ايام. عامل لسته كده كل يوم اخد منه شويه، يعني كل يوم اخد منه شويه عشان ايه؟ انا معيش فلوس اجيب غيره. بعدين يا جدعان الناس دي برضه عندها شويه زي لوشه كده يحللها مشاكلها بالاصول، ولا الافريقي يلبسها، ولا فارس العصب ياكلهم ويبيع لهم اندومي بالقسط. على فكره الافريقي بيبيع حاجات جامده فشخ. على فكره موضوع الاندومي بالقسط ده بيفرق جدا. انا لو من اسكندريه هروح كل يوم اجيب منه اندومي بالقسط. حرفيا عندنا واحد بياكلك، وواحد بيلبسك، وواحد كمان بيجيب لك حقك وبيحللك مشاكلك. فانت يعني واحد هيعوز ايه تاني من الدنيا يا جدعان؟ واحد بجد هيعوز ايه تاني من الدنيا؟ الواحد مش هيعوز اي حاجه تاني من الدنيا. ان انا ما اديتكش درس انت واخوك وكسرت نفسكم في قلب البلد، ما بقاش حلو وانتوا عارفين يا راجل يا ناقص. المهم عشان ما اطولش اكتر من كده، المهم ان المناطق الشعبيه يا جدعان مناطق حلوه. على فكره انا بحب المناطق الشعبيه. هو كده المفروض الفيديو يكون خلص. هحاول ان انا انتظم في الفيديوهات الفتره الجايه الحقيقه، لان انا عايز اخد الموضوع جد شويه. عايز بس اقول لاحمد نبيل ما جيش في سير كفر تورموس، عشان ايه؟ الموضوع ده شخصي جدا. فعادي يعني ان احنا نهزر على مش عارف كفر تورموس، عشان انت لو جبت سير كفر تورموس حياتك هتتدمر، ولعنه نجاسه الكفر هتيجي عليك. فخد بالك عشان حياتك هتتقلب جحيم لو جبت السيره دي تاني. فبس كده اكون خلصت. ادعوا لي اجيب ايفون تاني عشان اقدم لكم فيديوهات بكواليتي احسن من كاميرا الزين اللي انا بصور بيها دي. وبس اشوفكم فيديوهات تانية عشان ظهري وجعني اول حقيقه. الكرسي ده بس كده. يلا سلام.